أنا بتاع دليفري. وصلت أوردر في ليلة لست جميلة، واللي حصل لي بعدها قلب حياتي. أنا كريم. في يوم جالي أوردر بالليل قبل ما أروح الساعة 1 في عز البرد. زمايلي كلهم روحوا وما كانش فيا غيري. المكان كان بعيد، ولما وصلت الشارع اكتشفت إنها فيلا رقم 67 في التجمع الخامس، والمنطقة كلها ضلمة وما فيهاش غير صوت الكلاب. نزلت وخدت الأوردر اللي كان فرخة مشوية ورز، ورنيت جرس الفيلا. بعدها اتصدمت لدرجة إن الأكل كان هيقع من إيدي. لقيت واحدة في منتهى الجمال، عينيها واسعة ورموشها رقيقة، وخدودها البرد مخلي فيهم احمرار خفيف، وشعرها أسود وطويل لحد رجلها تقريبا، ولابسة فستان أحمر، تقريبا لسه جاية من سهرة أو عندها سهرة جوه، وبشرتها من بياضها كأنها ما شافتش شمس طول عمرها. فضلت ماسك الأوردر وفي ابتسامة اترسمت على وشي من أثر السعادة والاندهاش، لحد ما قطعتني وقالت لي بصوتها اللي مليان أنوثة: الحساب كام؟ 120 يا فندم. ادتني 200 جنيه وقالت لي خلي الباقي. أنا ما باخدش تبس، بس ال 200 دي أنا هحتفظ بيها وهديهم في المحل 200 تانية. قربت ال 200 بتاعتها من وشي وشميت ريحة برفيوم عمري ما شميتها قبل كده. رجعت المحل، سبت المكنة وقلت للكاشير: الرقم ده لو اتصل تاني خليني أنا اللي أروح بالأوردر وليك الحلاوة. ضحك وقال لي ماشي، واديته 20 جنيه. كان هيموت من الفرحة. رجعت البيت ونمت على السرير وأنا ماسك ال 200 جنيه وبشم فيها، لدرجة إن زمايلي في السكن فكروني اتجننت، عشان فلوسي بتخلص وبقيت بحب في الفلوس. تاني يوم روحت بعد ما عديت على الحلاق وظبطت نفسي. روحت كذا أوردر ولسه ما جاش أوردر لفيلا 67. رحت للكاشير وسألته: اوعى يكون حد راح لفيلا 67. قال لي ما تقلقش، أول ما تتصل تاني هبعتك أنت. واليوم عدى من غير ما أروح، وعدى يومين بعدهم، لحد اليوم التالت قبل ما أمشي في نفس الميعاد لقيت الكاشير بيجري عليا وفرحان بيقول لي الفيلا اتصلت، وهو في قمة السعادة. فديته ال20 جنيه وخدت الأوردر. طلعت في عز البرد سايق بسرعة عشان أشوفها تاني. أنا مش عارف ده اسمه إيه، بس أنا أعجبت بيها، أو حبيتها، أو عشقتها. بقيت موهوم بيها، مش عارف أشيلها من دماغي، مع إني في الطبيعي مش كده. الموضوع عادي، بس أنا عمري ما حبيت، وواضح إن فقري يوم ما حبيت واحدة تطلع بنت ناس وغنية وأنا على حالي شغال ديليفري. بدأت تيجي تخيلات في دماغي، لو لقيت شغل كويس وكونت نفسي أجي أتقدم لها. وصلت أخيراً قدام الفيلا، خدت الأوردر ورنيت الجرس. لقيتها بتفتح وهي لابسة عباية بيضة، مش قادر أقول عليها عباية من حلاوتها، كانت كأنها فستان فرح أبيض، وشعرها بيطير من الهوا. ابتسمت لي، وحسيت ساعتها إن الدنيا كلها ضحكت لي. اتفضل. ادتني 200 جنيه برضو، ولسه هطلع الباقي قالت لي خلاص. الموضوع بيخلص بسرعة قوي، وأنا لسه عايزة أتكلم معاها. هزيت راسي كأني بقول تمام، وقبل ما تمشي قالت لي استنى لحظة يا كريم. اتصدمت وسألتها: حضرتك عرفت اسمي ازاي؟ ابتسمت وقالت حاجة خلتني واقف مكاني مش قادر أنطق، وقالت: أنا مستنياك من امبارح. لو عاوز بقية القصة اكتب تم.